اليومين دول نازلين طالعين من المدارس للدروس للتجهيزات بقى عشان شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. وزهقت بصراحة من حيرة الأكل بتاعت كل يوم، فقلت أعمل لهم أكلة كل البيت بيتفق عليها، مفيش حد ما بيحبهاش. عملت لهم النهاردة الشاورما على الطريقة المصرية بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. بس قبل ما نشوف عملناها ازاي نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجة هنا عندي نص كيلو من اللحمة الشرايح متقطعة تقطيعة الشاورما. هحطها كده عندي في بولة وهنزل عليها عشان اتبلها ب3 معالق كبار من الخل الابيض. كمان هنزل عليها بالتوابل بتاعتي، معلقة كبيرة من توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، بابريكا، فلفل اسود، معلقة صغيرة من الكمون الناعم، ربع معلقة حبهان، ربع معلقة قرفة باودر. هنزل بدول كلهم على الشاورما بتاعتي وابتدي ان انا اقلبها كده بايديا زي ما انتوا شايفين عشان اشرب الشاورما بتاعتي او شرايح اللحمه بتاعتي بالتوابل والخل كويس قوي. وزودت كمان الملح وهبتدي ان انا اقلبها كده زي ما انتوا شايفين، وهركنها بقى على جنب عبال ما اعمل سلطه الطحينه بتاعتي. عشان اعمل احلى سلطه طحينه عندي ربع كوبايه من الطحينه الخام، عصير نص ليمونه، معلقه كبيره من الخل، رشه من الملح، رشه من الكمون، رشه من الكزبره الناشفه، رشه بسيطه جدا من الشطه. وهبتدي اقلب سلطه الطحينه بتاعتي كده لغايه لما تتقل معايا زي ما انتوا شايفين. اول ما تتقل معايا كده هبتدي ان انا بقى افكها ميه بارده من الحنفيه، وهبتدي ان انا اقلبها كده بالراحه وافكها لغايه لما تتكون معايا سلطه الطحينه. انا كمان بحب قوامها تقيل شويه عشان دي هستخدمها للسندوتشات. هركنها كده على جنب وهبتدي بقى اعمل الشاورما بتاعتي. هسخن طاسه عندي على النار كويس قوي، وبعدين هنزل فيها بمعلقتين 3 من الزيت، وهبتدي انزل فيها بالشاورما بتاعتي. وطبعا هنزل بالشاورما بتاعتي على دفعات، مش هحطها كلها مرة واحدة عشان ما تبردليش حرارة الطاسة بتاعتي. تمام. طبعا هي في الاول بتبقى ماسكه كده في بعض، بس بعد كده بتفك. نزلت بالكميه كلها واتشمعت كده زي ما انتوا شايفين. ابتديت ان انا اقلبها كده وكانت هنا الشاورما بتاعتي استوت زي ما انتوا شايفين كده، بتتقطع معايا بكل سهوله. هي طبعا شرايح رفيعه جدا فما بتاخدش اي وقت في السوا. تمام. هنزل بقى عليها بالخضار بتاعي، طماطمايه، بصلايه، قرن فلفل رومي، كلهم متقطعين شرايح. هبتدي كده اشوحهم مع الشاورما زي ما انتوا شايفين كده، تشويحتين 3 بس. انا مش عايزه اخلي الخضار دبلان قوي قوي. تشوحوا معايا. رفعتها بقى من على النار، وبعدين نزلت عليها بعد ما رفعتها من على النار ب3 4 معالق من البقدونس المفروم، وقلبتهم كده معاها بيخلوا ريحتها في حتة تانية. هجيب بقى العيش الكايزر بتاعي كده وافتحه وابتدي بقى اشربه كده من الصوص اللي نازل من الشاورما بتاعتي، بعدين ادهنه بسلطة الطحينة زي ما انتوا شايفين كده، واعمل احلى سندوتش شاورما زي ما انتوا شايفين. احلى كتير طبعا من اللي بيتباع بره، وبتمن سندوتش واحد من اللي احنا بنجيبه من بره عملت كذا سندوتش، غير كمان اتبقى معايا حشو تاني لسندوتشات تانية. فياريت الحاجات دي نعملها في البيت، لان احنا طبعا ضامنين احنا عاملينها ازاي في البيت. تمام. زي ما انتوا شايفين كده حمرت بقى جنبها شوية بطاطس، وكانت غدوة حلوة جدا. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. اتمنى تجربوا الشاورما بطريقتي ان شاء الله وتعجبكم. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير. بحبكم جدا جدا في الله.